والسؤال اللي دايما بيتكرر، هل الحمام اللي شكله غريب ده ينفع يتاكل؟ السؤال ده بيسأله ناس كتير أول ما يشوفوا حمام أشكاله مختلفة وريشه غريب أو منفوش أو ماشي بطريقة مميزة. والإجابة باختصار أي حمام من حيث الأصل ينفع يتاكل. لكن القصة مش كده وخلاص. النوع ده من الحمام اسمه حمام زينة، وزي بالظبط العصافير والسمك الزينة والقطط اللي بتتربى للمتعة مش للأكل. حمام الزينة مش معمول عشان اللحم ولا حجمه مناسب للأكل أصلاً. الحمام ده اتربى واتطور عبر سنين طويلة عشان الجمال والشكل مش عشان الوزن أو الإنتاج. أشكاله كتير جدا وألوانه مبهجة، وأنواعه مختلفة زي المفتل، الجاكوبين، النفاخ، الفانتيل وغيرهم كتير. كل نوع له شكل مميز وطباع مختلفة وطريقة تربية مختلفة. كمان أسعاره غالبا مش قليلة وبتختلف حسب المستوى والنقاوة والنوع واللون. وفي أنواع أسعارها عالية جدا مقارنة بحمام الأكل. وكمان مربي حمام الزينة ما بيربوش الأنواع دي للأكل أصلا، هم بيربوها للاستمتاع بالجمال والفن، وبيشتغلوا على تحسين الشكل والريش والوقفة والنقاوة. وفي معارض سنوية بتتعمل في أماكن كتير بيتجمع فيها المربين وبيتنافسوا للوصول لأفضل مستوى وأجمل طائر. وكل نوع له معايير تقييم دقيقة زي ما بيحصل في معارض الخيول. فبالتالي مش منطقي نربي طائر شكله جميل وغالي في ثمنه ومتعب في تربيته وفي الآخر نفكر فيه كأكل. المنطقي إننا نربيه ونستمتع بجماله ونحافظ عليه ونشوفه هواية وفن مش مصدر لحم. الخلاصة، مش كل حمام يتشاف ناكله. في حمام ينفع ناكله، وفي حمام بيتحب ونتفرج عليه ونستمتع بجماله ونتذكر عظمة الخالق سبحانه وتعالى. لو حابب تعرف أكتر عن أنواع حمام الزينة سيب استفسارك وأنا هرد عليك. أخيرا، لو عجبك الفيديو ياريت تعمل لايك وشير وخلي غيرك يستفيد. وما تنساش تتابعنا، عندنا كل جديد في عالم الطيور والحمام، ومعانا هتبقى مربي محترف بفضل الله. سلام وإلى اللقاء في فيديو جديد.